بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي محبي نادي مضر، ما زلنا نتواصل وياكم مع عشاق الكواسر. معنا في هذه الأثناء أحد عشاق النادي اللي يتواجد دائما في صالة مدينة الأمير نايف أو الصالة الخضراء، الأخ عبد الواحد آل عبيد. يا هلا مرحبا فيك عبد الواحد الغضبان. هلا والله، حياك الله حبيبي، الله يسلمك إن شاء الله. بكرة نادي مضر يقابل النادي الأهلي، وين صعوبتها تكون المباراة، خصوصا أن الفائز فيها يحقق الدرع؟ والله شو حبيبي، العجلة ما تصلح، أنا أقول للجماعة أهم شيء العجلة. إن شاء الله بيد الله إن شاء الله بنجيب الدرع إن شاء الله، بتوفيق الله إن شاء الله. والجمهور بعد إن شاء الله بكرة شوف الجمهور كيفه، وشوف الجمهور على مستوى إن شاء الله. ما تتخوف من مستوى النادي؟ مباريات اللي طافت، في مباريات تكون في القمة، مباريات تكون في القاع، ما تخوف في مباراة بكرة؟ والله على شوف، إذا كانت العجلة ما هي عجلة، يعني وش قصدي؟ إنما هي ارتباك الجماعة اللي هو اللاعبين، إذا ما ارتباك إن شاء الله الفوز إلينا إن شاء الله. شلون بتكون الصالة بكرة يعني من حيث الجماهير؟ ازدحام على مستوى إن شاء الله، من شاء الله من الساعة 2 إن شاء الله موجودين إن شاء الله. الأهلي يخوف؟ لا والله، ما احنا إذا دام فزنا على الوحدة على السبب اللي راح، شوف لعبهم كيف، احنا لعب المضر وإن شاء الله الفوز إلينا إن شاء الله. قوة نادينا في ايش؟ في الدفاع، في الهجوم إن شاء الله، وإن شاء الله ربك يوفقنا إن شاء الله. تتواجد أكيد بكرة إن شاء الله من الساعة 2 إن شاء الله، حتى لو مشغول بشغلة ضرورية؟ إني على الشغل. يعطيك ألف عافية أخوي عبد الواحد. الله يسلمكم إن شاء الله. معذرة أنك طلعت في البداية اسمك غلط. الله إن شاء الله، وإن شاء الله الله يوفقنا إن شاء الله، وإن شاء الله الفوز نجيبه إن شاء الله. يعطيك العافية. حياك الله حبيبي.